أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج المنصة الرياضية. معكم على رشاد. النهاردة هنتكلم عن البطولة العربية لكرة السلة رجال رقم 36 واللي بتقام في مدينة الإسكندرية، وينظمها نادي الاتحاد السكندري في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 12 أكتوبر. يشارك فيها 16 فريقا يمثلون أعرق الأندية العربية في كرة السلة، منهم 3 أندية مصرية هم الاتحاد السكندري وسبورتنج وسموحة. معنا ومعكم في هذا اللقاء الكابتن أحمد فؤاد. أهلا بحضرتك كابتن أحمد. اهلا بيكم ومنورين نادي الاتحاد، وباذن الله تكون بطوله موفقه بتشريف القناه الفاضله لنادي الاتحاد. قناة الصحة وجمال دايما بتتشرف بالشخصيات المحترمة. الله يخليك. النهارده هنتكلم عن جزئين، الجانب تنظيمي وجانب لوجستي. من خلال الجانب التنظيمي، متى بدأت فكرة عملية استضافة البطولة للنادي؟ بالظبط كده، استضافه البطوله بدات في نهائي كاس مصر في اول شهر 5 مايو. كانت البحرين المفروض اللي هتستضيفها، وكان اللي هو عبد الله شلبي موجود في القاهره. فبدأنا نتناقش معاه ان لو في اي مشاكل في التنظيم في اي دولة عربية، نادي الاتحاد بيحب ان هو ينظم البطولة. وده كان استاذ محمد مصلحي موجود في اليوم ده، وكان استاذ عبد الله شلبي موجود، والاستاذ وليد لطفي مدير الاتحاد. وبدأنا بعديها حصل ان هو البحرين اعتذرت وكانت هتتنقل للعراق، وبعدين من شهر ونص كده حصل التفاوض النهائي وتم تكليف نادي الاتحاد بتنظيم البطولة. لو هنتكلم عن أهم الخطوات التي اتخذتموها من أجل تنظيم البطولة. والله هي البطولة من أول ما بدأت أستاذ محمد مصلحي شكل لجنة برئاسة الأستاذ حازم الرجال مدير البطولة، وأنا أحمد فؤاد نائب مدير البطولة. وقعدنا احنا الثلاثة الأول وشكلنا اللجان أو رؤساء اللجان الأول، وبدأنا باللجنة الإعلامية واللجنة الطبية ولجنة المرافقين وكل اللجان، وبدأنا في تجميع الفرق. الفرق كانت 16، لكن الأحداث الأخيرة الأنطوني اللبناني اعتذر، ولحد دلوقتي نادي بيروت لسه ما أكدش حضوره، رغم ان التأشيرات بدأت تبقى توصل لهم يعني وخلصت. هم كانوا في دمشق في بطولة، لكن الأحداث الأخيرة في لبنان مؤثرة عليهم، مؤثرة على الشعب وعلى الفرق الرياضية بالتالي. فلحد دلوقتي الفرقتين دول يعني لسه، طبعا فرقة بيروت هي البطل السنة اللي فاتت وفرقة كويسة، ونادي الاتحاد بيخوضوا البطولة زي ما خد لسه بطولة الوحدة الإماراتي، وقبل كده لعب مع المنتخب عشان يرفع المستوى. يعني بيهم نادي الاتحاد تبقى بطولة قوية بوجود فرق قوية. احنا 4 مجاميع. متوقع اللجنة الفنية لو حصل اعتذارات تانية عشان ممكن يبقى فيها اعتذارات أخرى. ففي اجتماع للجنة الفنية بكرة الساعة 6 في إحدى الفنادق، وساعتها هيتحدد ايه اللي هيحصل بالظبط في ال4 مجاميع. احنا مقسمينها 4 مجاميع. ال4 مجاميع الأول مجموعتين هنا ومجموعتين في الشاطبي ومجموعتين في برج العرب، ومن دور ال16 ودور ال8 ودور ال4 والنهائي في برج العرب. تحديات قابلتكم اثناء عمليه التحضير؟ هو اول تحدي ان احنا كنا عايزين ان البطوله تقام في الشاطبي والاستعدادات الشاطبي والامن والموافقات الامنيه وموافقات السلامه والصحه المهنيه يعني اللي هي بتتطلب بعض المتطلبات دي، كان فيها مشاكل. المباريات اللي هتقام هنا هتقام من غير جمهور، اللي في برج العرب
هنعملها بجمهور، ومجلس الإدارة وإدارة البطولة اتخذت قرار للمصريين لفرقة نادي الاتحاد ب 30 جنيه والفرقة الأخرى ب 200 جنيه، وتم عقد اتفاق مع تذكرتي اللي هي معتمدة دلوقتي كتنظيميا، وبإذن الله التذاكر هتنزل الأيام اللي جاية، وفي تنسيق ما بيننا وما بين تذكرتي وبين الشركة الأفريقية لتنظيم الأمن داخل، يعني ما اعتمدناش على لجنة الأمن والنظام هنا، لجنة الأمن من الشركة الأفريقية، وشركة تذكرتي اللي هتتولى، والتذكرة ب 30 جنيه دي أقل. شيء جميل جدا ان مجلس الاداره يتعاون مع جماهيره العريقه العظيمه لنادي الاتحاد السكندري، ودايما الاستاذ محمد مصلحي بيبقى سباق بالخير ويدعم جامد جدا في القصه دي. لو اتكلمنا عن اهم الاهداف الرئيسيه اللي حطيتوها لتنظيم البطوله. هو في هدف فني طبعا، الهدف الفني ان نادي الاتحاد السنه دي هيشترك في 7 بطولات. كابتن احمد عمر بعد ما جمع بين الدوري والكاس السنه اللي فاتت، طموحه السنه دي بشكل مختلف، هاشترك في بطوله الوحده الاماراتي، وبعد كده هيدخل في البطوله العربيه، بعديها البطوله المجمعه اللي هي مرتبط، وبعديها الدوري، وبعديها الكاس، وبعديها البال، وفي النص ماتش السوبر. فالماتشات كتيرة والبطولات كتيرة السنة دي، فهي البطولة الأفريقية هي مدارس مختلفة بتخليك تبدأ الدوري وانت يعني عملت أحسن إعداد. والإعداد دلوقتي بقى يعني الرياضة عموما بقت التنافسية أكتر، يعني معظم الناس بتبدأ أسبوع أسبوعين تكتك كده، وبعد كده بتبدأ بالماتشات الودية أو بطولات ودية، وبعدين بطولة شبه رسمية يعني أو دولية اللي هي بطولة العرب، وبعدين يدخل. فده كان الهدف الفني. بالنسبة بقى للهدف التنظيمي، مجلس الإدارة والأستاذ محمد هو بيحب إن هو وشايف إن رفع مستوى التنظيم ورفع إن مصر وممثلة في نادي الاتحاد اللي هو بيحمل يعني زي ما بيقولوا سيد البلد وكبير كرة السلة، ان هو يبقى موجود في البطولة في اسكندرية وبطولة العرب ويرفع اسم اسكندرية. رضينا من النهارده ان اسكندرية هي ملكة كرة السلة، طبعا يعني بنجم القرن كابتن مدحت وردة هو اللي خلى اسكندريه كده بالاخرين، عمرو ابو الخير وكابتن طارق صباغ وكابتن زاهر وكل الكباتن العظام عملوا من اسكندريه ان هي بقت يعني عاصمه السله. عاصمه السله مش في مصر بس، يعني اذا كان الحكمه عامل في برضه في العرب نتائج، بس نادي الاتحاد في حته تانية، في الباسكت في حته تانية. كابتن حضرتك عارف طبيعة جماهير نادي الاتحاد. كنا زمان واحنا صغيرين كنا بنقعدوا يلا بينا نروح نتفرجوا على ماتش نادي الاتحاد. دلوقتي اعتقد مفيش الكلام ده. جماهير الاتحاد عايزة تيجي تشاهد مباراة الاتحاد، خطوات هتعمل ايه؟ الكلام ده ممكن يبقى يزعل ناس ويمكن بس انا متاكد ان هو هيبقى صادق يعني جواه. جماهير نادي الاتحاد معظمهم دلوقتي ما بيجوش الماتشات. انا بشجع نادي الاتحاد، وكنت باجي مع والدي من الاستاد ده، مكان هنا في استاد ما كانش فيه صاله كده. الناس اللي بتحب نادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد مش اللي موجودين حاليا، التانيين انا بدخل في كل شارع بقى ناس بتعرفني انا واعرفهم، هم دول الاتحاد نادي الاسكندراني يعني اتحداوي اللي موجودين حاليا. الفكره في ان احنا سنه 2024 كل حاجه غلت ما عدا التذاكر، وكل حاجه بقى فيها مشكله. لكن النادي انا على فكره الدوره دي مش جوه النادي بس، كان الله بره النادي في كمجلس اداره. انا دخلت 3 دورات بس، بين كل دوره اطلع دوره. الموضوع صعب جدا. كل جمهور وكل الناس المحبه بتحب اللعيب
اللعيب ب3 مليون وب4 مليون وب5 مليون وب10 مليون، والانتقالات كل ده النادي يجيبه منين؟ انا ربنا يعديها على خير، ونادي الاتحاد باذن الله السنه دي عامل فرقه. اللي انا حزين عليه نادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي كلنا كنا بنحب النادي الاسماعيلي، ولا زلنا بنحب النادي الاسماعيلي، وبنحب النادي المصري، وبنحب حضرتك الاتوبيسات النادي هو اللي هيطلعها على نفقه النادي. هو هيبقى في تنظيم، لكن لحد دلوقتي وانا حاسس بكده يعني كالعاده استاذ محمد بيدعم باتوبيسات، لكن انا شايف اللي هي لحد دلوقتي في تنظيم الاتوبيسات، هو ده بيبقى خارج البطوله يعني خارج التنظيم بتاعنا، بس استاذ محمد عنده جروبات وبيقدر ينظم ويوفر اتوبيسات، ونشوفوا تذاكر ب 30 جنيه. بالنسبه للتسهيلات اللي قدمتوها او هتقدموها للاعلاميين والصحفيين عشان التغطيه تبقى في سهوله في التعامل. وفي تشكيل لجنه اعلاميه برئاسه الاستاذ الخلوق عبد القادر ابراهيم، وهو عمل اجتماع قريب دعا فيه مجموعه من الصحفيين، والمفروض ان هو بعت للجنه المنظمه اسماء بصور عشان نبدا نعمل لهم الايديات لتسهيل مهمتهم. تم تخصيص مكان في الاستاد ورا اللاعبين، مكان مخصص للاعلاميين، وتوفير نت هناك وهنت هنا يعني للتواصل متاح متاح هناك. المفروض ان الاستاذ عبد القادر تقريبا كما عودنا في البطوله اللي فاتت بيطلع نشره، وهو بخبرته في البطولات دي بينظم يعني بيشارك كتير في ده بالفريق اللي معاه. بيطلع نشره يوميه، هو طبعا علاقته كويسه بالاتحاد العربي، فالايام اللي جايه هتلاقي نشرات وهتلاقي الموقع وهتلاقي حاجات شغل اعلامي محترم يعني. هروح للشق اللوجستي وهنقول كيف تم اختيار الملاعب على اي اساس يعني؟ هو البدايه كانت اللي احنا هنعمل في نادي الاتحاد ونادي سبورتن او نادي سموحه، وكان استاد الجيش اللي هو في سموحه، وبعدين استعدادات بقى هناك في كل اللجنه بتاعت الملاعب اللي هي بتتكلم الاتحاد ده، كل ملعب منهم كان عليه بعض الملاحظات. الملاحظات دي كان ممكن انها تتلافى ولها تكلفه عبال ما نشيل الملاحظات دي. الصاله الوحيده اللي ما كانش عليها هي صاله الاتحاد، مجهزه لاستقبال 4 فرق وحكام، يعني فيها 4 اوض خلع ملابس، وفيها اوضه للحكام، وفيها اوضه للاعلاميين للاذاعه. يعني الصاله جاهزه، هي فيها اعتراضات تانية يعني مداخل ومخارج وبتاع حاجات كده، لكن اعتراضات امنيه مثلا. مداخل ومخارج هنا فيها مشكله. تامين الجمهور، تامين دخوله وخروجه، وبيبقى لها رسم معين المدخل من حته، ويبقى عشان كمان لو حصل اي حاجه اختناقات او يبقى في استعدادات كتيره يعني. عشان كده تم اختيار ملعب استاد برج العرب اكثر امانا ومحكم ونتمنى قبل ربنا يعني ما يفتكرنا نلاقي استاد اسكندريه. نتمنى استاد اسكندريه ده نشوفه تاني يرجع ونتفرج عليه تاني. الواحد يتمنى ان هو يشوف استاد اسكندريه في مؤمن من كله 4 ابواب واللعيبه بتعرف تدخل منين والحكام منين، ويعني استاد هو ده الاستاد. فنتمنى ان هو ده، فده الموضوع. بالنسبه بقى انتقالات الفرق، طبعا في لجنه اسمها لجنه النقل، ومن النهارده الفرق هتبدا توصل. انا البطائح المفروض اول فرقه القزمه جه بيعمل اعداد في مصر، اليمن هيبداوا يجوا، البطائح الوحده هيبداوا بكره 29 9 فرق جايين. في اجراءات امنيه لتامين الفرق، تمسيك امني والاستاذ حازم رجال في تواصل دائم،
ومديريه امن اسكندريه ومحافظه اسكندريه، وكل دول مهتمين طبعا، وفي تواصل بالمواعيد، بمواعيد، وفي تسهيلات طبعا بتتقدم في المطار بالتعاون مع اداره المطار والمواني، وفي طبعا تنسيق كامل، وفي جدول بيبدا من النهارده. حتى في لعيبه محترفين جايين قبل الفرق، فمحمد سعد والاستاذ كريم والاستاذ بلال العربي بداوا ان هم يروحوا الفنادق استقبال اللي بيتوافدوا. الاتحاد العربي وصل المسؤولين فيه وتواجدوا في الفندق، يعني خلاص العجله مشت. النهارده في اجتماع للجنه المنظمه بعد حضرتك الساعه 6 لو هتلاقينا موجودين. بس ده الاستعدادات الحاليه. لو هنتكلم عن الإقامة والتغذية هنقول ايه؟ الإقامة والتغذية، احنا عندنا فندقين تم اختيارهم، واللجنة المنظمة واللجنة الاتحاد العربي لفوا على أكتر من فندق، اختاروا فندقين. احنا كنادي الاتحاد احنا عندنا مسؤول تغذية في الفرقة، فده هيشرف على التغذية في الفندقين والتغذية الصحية. والنهارده بكره في اجتماع كمان للجنه الطبيه، واحدى الشركات مقدمه هديه لكل فرقه بشنطه مليانه بمستعداتها. ده احدى الحاجات اللي مقدماها شركه موجوده عندنا سبونسر يعني. دكتور احمد حرفه والدكتور احمد عزيز ماسكين اللجنه الطبيه، وبكره عاملين اجتماع بعد اجتماع اللجنه الفنيه، هيكون في فندق توليب الساعة 9، واجتماع لجنة الحكام هيكون الساعة 8، واجتماع اللجنة الفنية اللي احتمال فيها يبقى تغيير في بعض المواعيد الماتشات، عشان النهارده هيتأكد الناس اللي اعتذرت، فممكن يبقى في اللجنة الفنية ليها رأي تاني، ممكن تعدل مواعيد ماتشات، ممكن تخليها مجموعتين، كل ده وارد يعني. كابتن احمد، كيف يتم اختيار الحكام البطوله؟ اختيار البطوله كل فريق بيجيب معاه حكم مرافق. الحكم المرافق وبيبقى فيه لجنه محايدين، يعني بيجيبهم من الاتحاد العربي وبيبقوا من بلاد غير البلاد المشتركه. اللجنه الفنيه ولجنه الحكام بيختاروا كل ماتش وبيعملوا تقييم، وبيختاروا الماتشات. كل ماتش بيبقى فيه روتيشن كده معين لحد ما بيبقى اقوى المرشحين اسما واقوى المرشحين اللي لعبوا ماتشات كويسه، وبيتم اختيار فيهم للادوار النهائيه. يعني من دور الاربعه بيبدا بقى افضل ناس كانوا موجودين دلوقتي وافضل اسماء. هل تم انشاء لجنه ازمات؟ يعني حضرتك عارف ان بيبقى فيه اخبار كاذبه، في شائعات. ما هو اداره المخاطر والازمات فعلا في يعني لجنه الازمات. هو برضه انا عايز اوصل ان الاستاذ محمد دي طبيعته، يعني طبيعته ان هو بيدي صلاحيات بس بيتابع ادق الحاجات، تلاقيه هو بيدخل فيها. يعني حتى انت لو حضرتك جيت اي ماتش نهائي تلاقيه هو بيجي بدري قوي، يعني ما بيجيش على استقبال الناس، لا بيجي بدري، ويجي بدري يشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبيبقى معاه يعني في دماغه كده كام حاجه يسال عليها، ده حصل فيه ايه، اقل يعني اكتر التفاصيل تلاقيه بيسال ويتاكد اتعملت ازاي. معروف عنه الاستاذ محمد مصلحي ان هو يعني راجل دؤوب وبيحب العمل وبيحب نادي الاتحاد قوي، ويعتبر اب روحي للنادي واللاعبين والجمهور كمان يعني. لا يعني انا خليني اقوله الجمهور، بس الجمهور يعني الجمهور في ناس عارفاه ومقدره ان هو بيعمله، وفي ناس مش عارفه، وفي ناس شايفه ان البطوله دي تتعمل هي ماتشين هيتلعبوا وهيروحوا يلعبوا وخلاص، يعني مفيش حاجه بتحصل. يعني الدنيا بتيجي، فرق بتيجي ويلعبوا والدنيا بتمشي. لا هو في يعني عموما هو اي عمل في ما خلف ايوه، وما خلف الكواليس. ما خلف الكواليس دي بتبقى اعمال كتيره قوي عشان يطلع المشهد اللي الواحد بيتفرج عليه
بياخد ايام يعني. يعني بيحضرني انا كده مشهد كان في فيلم، كانوا جايبين عربيات كتير وبعد كده جيت شفته في الفيلم لقيته ما خدش دقيقتين، بس قعدوا اسبوع يعني كواليس بتبقى كتير قوي. بعد فوز نادي الاتحاد السكندري بدورة الوحدة الدولية بدولة الإمارات العربية الشقيق، حضرتك ترى إن ده دافع قوي لأن نادي الاتحاد السكندري طبعا بعد فوزه بالثنائية الدوري والكاس هيكون دافع قوي للفوز بهذه البطولة؟ والله بص حضرتك، انا الموضوع الوحده حتى الاستاذ محمد لما كان هناك قال لهم ما فيش حاجه اسمها احتفال. يعني احنا الاحتفال ما احتفلوش في ان احنا كسبنا بطوله الوحده، رغم ان هو كان فيها كويتي من اقوى الانديه الموجوده، ومطلع الحكمه قبلها بيوم في ماتش يعني. وانا يعني لو تشوف قبلها كان الحكمه كان الاستاد كله لبنانيين، فاحنا لعبنا الكويتي تاني يوم، وكان ايكوال لحد قريب لحد ما هم انهاروا في الدور الرابع في الكوارتر الرابع، واحنا تألقنا في الرابع. والدورة دي كان لها مكاسب كتير، منهم يعني عودة ميدو وطه الحريف الخلوق اللي هو فعلا ولد موهوب. وانا مبسوط جدا جدا جدا، وبعت له هنيته، ويا ربنا يا رب يكمله على خير. هي كل بطولة كده بتلاقي واحد ربنا بيكرمه يرجع ولها مميزات، والحمد لله الفرقة بدأت تبقى روح، والروح دي ترجع حاجات كتير، حتى لو بتخسر بس بيبقى عندك روح وربنا بيكافئ يعني. لو حضرتك بتشوف المواقع بتاعت نادي الاتحاد هتلاقي ان في بعض الجماهير بتسأل فين الكابتن اسماعيل، هيلعب ولا مش هيلعب؟ اسماعيل دلوقتي في لبنان، وهو في النادي هناك معبود هناك، يعني معبود الجماهير زي ما بيقولوا يعني. لا بس هو لا مش هيلعب، هو موجود هناك. كان في تفاوض مع نجم عربي بس لحد دلوقتي ما مش موجود معانا. لكن اسماعيل طبعا اسماعيل لن ولن يتكرر، زي ما كابتن مدحت وردة لا يمكن يتكرر بموهبته. كابتن اسماعيل باخلاقه نموذج يحتذى به كل واحد هنا في يتعامل مع كابتن اسماعيل. يا حبي وايه، حاجه جميله. والواحد لما راح لبنان لقى شخص يعني مع الفارق، يعني زي ما الواحد كان بيشوف دلوقتي محمد صلاح في ازاي، انا مش يعني مع الفارق يعني، لكن انا شفت اسماعيل في هناك محبوب. لا انا شفت واحد محبوب ومن نفس واحنا هنا بنحبه برضه يا كابتن، احنا جماهير اسكندريه طبعا ما تنساش اسماعيل احمد وورده ومع كله، مع اللعيبه ومع الدنيا ومع الخير وكل الناس هو العظيمه اللي شاركت مع نادي الاتحاد. اما كان هنا كان كوتش في الملعب، يعني هو كوتش. انا لسه في لعبه كده عماله تتكرر معموله ترند السنه دي الايام اللي فاتت دي. لا هو لعيب 48 سنه ولسه بيلعب وعارف يعمل ايه، ربنا يديله الصحه وكافئه. يعني هو انسان محترم وانسان جميل. لا اسماعيل حته ثانيه، حاجه ثانيه يعني. كابتن احمد فؤاد، هو في سؤال خارج المنهج وانا مش عارف يسبب لك احراج ولا هو؟ انا عارف ان الاستاذ محمد مصلح هيعطيكم مساحات حلوه وراجل جميل هو انا بسال بس الجماهير بتسال استاذ محمد مصلح مستمر مع النادي ولا ناوي ان هو يعني ما يجددش مع النادي كده يعني؟ والله هو مش حكايه، هو مش ناوي. هو محمد بالنسبه له والنادي الاتحاد ده اهم حاجه في حياته. انا محمد يعني استاذ محمد انا علاقتي بيه بره النادي من زمان قوي يعني، وعارفه هو يعني الناس كلها عارفه محمد بالنسبه لي يعني. لكن هو تعب من النادي، تعب عشان الحمل كتير كده يعني. ومفيش تقدير من الكثيرون. يعني مش قصدي تقدير، انا قصدي حته اللي انت تحس هو فعلا في حاجه كده. كان قريب
لو تعرف حضرتك اسامه منير اللي هو بيقول حاجه، يقول لك تحس ان هو السند، هو سند لكل واحد في الاتحاد. يعني اما كل واحد بيقول اي في نادي الاتحاد يقول لك هو محمد فين. فدي مش دي مشكله، هي عظيمه بس حمل. يعني ربنا يشفيه ويعافيه يا رب يا رب. الكابتن شحته وهو قايم بحاجات كويسه كانسان، انا ما بتكلمش كحاجات ماليه، انا بتكلم كانسان. هو انسان، محمد انسان، يعني هو انسان معروف ان هو انسان، وربنا يديله ويزيده. بالاضافه للطيبه والاخلاق قبل دي هو الانسانيه وجبر الخواطر والاستقبال والحاجات دي. يعني مش اصل دي طالعه من جوه، انا عارفه. فهو جبر الخواطر والانسانيه وحسن الاستقبال، وربنا عطيله حاجات كتيره قوي. لكن حمل انت النهارده لما اي حاجه بتحصل، هو استاذ محمد فين؟ هو استاذ محمد عمل ايه؟ طب ما هو دي مش دي قصه. نادي الاتحاد على كتافه، نادي الاتحاد على كتافه، ده نادي الاتحاد. اصل هو فرحان لا ما فيش حد يفرح بكده، مع احترامي يعني مع احترامي كبير يعني. صعب يعني. نرجع لسؤالك، هو اللائحه بتقول لا، اللائحه بتقول 8 سنين. الله اعلى واعلم ان كان النشاط نفسه ولائحه الرياضه نفسها اللي هي بقت كل نادي بيعمل بمزاجه، هل دي فعلا الايام دي هتتغير كلها وهترجع لشكل تاني؟ وهل هي لو رجعت واتغيرت كل الانديه هتلحق هنا؟ الله اعلم. لكن اللي انا حاسه بيتغير. ساعات احس ان هو مش هيقدر، وساعات احس ان هو مش زهق بقى. وبعدين يعني السؤال انا مش عارف يعني. في نهايه لقائنا الجميل، ويعني نرجو ان هو يكون لقاء خفيف ومن القلب، ودايما نادي الاتحاد السكندري في قلوبنا، وانا اساسا اتحداوي كمان يعني والاتحاد في دمنا. فسعدنا بوجود حضرتك، وان شاء الله في لقاءات قادمه ان شاء الله، ونتقابلوا باذن الله في الماتش النهائي. يا ريت يبقى فيه كاميرا، وباذن الله نفوز بالبطوله. وهو ده اللي يعني بيهون اي حاجه بتحصل خلال البطوله، نكسب باذن الله ويبقى البطوله بتاعتنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ونتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركه في البطوله، والى لقاء في حلقه اخرى.